سنة المفاتيح والتغيرات الكبرى. أهلاً يا جوزاء، سنة 2026 دخلالك بطاقة مختلفة تماماً، فيها عمق وفيها فرص وفيها كمان تحديات هتخليك تكتشف قدرات جواك يمكن كنت ناسيها. خليني أحكي لك القصة من أولها بهدوء. في بداية السنة الشمس بتفتح لك بوابة جديدة، ومعاها خريطتك الشمسية بتدي نغمة للسنة كلها، كأنها لوحة خلفية للأحداث اللي هتعيشها خلال ال 12 شهر الجايين. بس قبل ما تمشي في الطريق ده محتاج تبص حواليك، لأن سلسلة الكسوفات اللي داخلة مع السنة دي ليها تأثير كبير جداً على مسارك، على قراراتك، وعلى رؤيتك لنفسك. ميركوري كوكبك الحاكم هو النجم الرئيسي للسنة دي، هيعدي ب3 مراحل تراجع، وكلهم في أبراج مائية، يعني إحساس أكتر، عمق أكتر، وحدس أقوى. التراجعات دي هتخليك تتراجع خطوة علشان تعيد التفكير، تعيد الفهم، وتسمع صوتك الداخلي بدل دوشة العالم. وفي النص ده زحل بيرجع تاني لبرج الحمل في نص فبراير، وقبله بشوية في آخر يناير نبتون كمان بيرجع هناك. الحركتين دول مش بسيطين، كأن الكون بيقولك رجع خططك الكبيرة للأرض، خليك واقعي بس من غير ما تفقد الحلم. بس المفاجأة الحقيقية، من نهاية أبريل أورانوس كوكب المفاجآت والتغيرات هيرجع لبرجك تاني،
بعدها في نهاية يونيو بيجي التراجع التاني العطارد في منطقة بتخص أموالك اليومية ومصاريفك، اللي بتصرفه واللي بتكسبه. تكون مشوشة شوية لو سبت مشاعرك تقودك. أما التراجع الثالث فبيجي من وشغلك اليومي، يعني الوقت اللي لازم تعيد فيه تنظيم كل حاجة من نومك لأولوياتك. وعلى قد مقابل المشتري كوكب الحظ والتوسع هيبدأ يتحرك نهاية يونيو ويدخل برج الأسد، وده معناه إنه هيعدي في منطقة بتقوي قدرتك على الكلام، الإقناع والعلاقات الاجتماعية. يعني صوتك هيكون مسموع أكتر وطريقتك في التعبير هتبقى مؤثرة جداً. المشتري هيبدأ يتراجع يوم 13 ديسمبر، والتراجع ده هيستمر حوالي 4 شهور، بس قبل كده هيكون فاتح لك أبواب حلوة قوي للتعبير عن نفسك، خصوصاً لو عندك كواكب في الأبراج الهوائية أو النارية. هيزودك بطاقة جذب قوية وكاريزما في التواصل. وده معناه إنك داخل على 2026 بطاقة جديدة، كأنك بتبدأ صفحة بيضاء من أول وجديد. القمر في البيت الأول بيشجعك إنك ترجع تفتكر مين أنت بجد، مش الصورة اللي الناس شايفينها فيك، لأ،
إحساسك الحقيقي بنفسك، بطريقتك، بعواطفك اللي ساعات بتحب تخبيها وتمررها على التفكير والمنطق. لكن وجود القمر هنا بيقولك خليك متصل بحسك، بحدسك، بمشاعرك الخام من غير فلترة. لأن برج الجوزاء معروف إنه بيعالج مشاعره بالعقل، بيفكر بدل ما يحس، بس المرة دي القمر عايزك تحس الأول وتفكر بعدين. والقمر كمان عامل اتصال قوي جداً مع بلوتو في البيت التاسع، وده بيفتح لك باب ضخم للتوسع الفكري والروحي. يعني ممكن تلاقي نفسك السنة دي بتتعمق أكتر في الفهم أو الفلسفة أو السفر أو حتى النشر والتعليم. ولو بتشتغل في مجال تقني أو إعلامي أو بتكتب، فالاتصال ده مع بلوتو هيكون زي الشرارة اللي بتزود رؤيتك وبتديك قوة تأثير حقيقية. وفي خريطة رجوع الشمس هنلاقي إن عطارد حاكمك واقف في البيت السابع، بيت العلاقات والشراكات. وده بيأكد إن سنة 2026 مش ماشية لوحدك، بل محتاجة منك تتعاون، تتكلم وتسمع كمان. لكن ركز معايا في المشهد المهم، الشمس والقمر عاملين نقطة التقاء قريبة جداً من زحل، وده كأنه الين واليانج بتوع السنة كلها، يعني توازن بين الواقع والخيال، بين العقل والإحساس. زحل هنا في الحوت جنب نبتون، وده بيخلي الطاقات متداخلة جداً، واقع ممتزج بالحلم، منطق بيمتزج بالإلهام. بس التحدي إنهم عاملين تربيع أي صدام مع عطارد، وده معناه إنك ممكن تحس إن في ناس مش فاهمة كلامك أو نيتك أو طريقتك في التواصل، وده هيكون واحد من اختبارات السنة. أما عن الفرص فهتلاقيها متجمعة كلها حوالين برج الجدي اللي فيه الشمس والزهرة والمريخ، وكله داخل البيت الثامن بتاعك. الشمس هنا في 10 درجات جدي، والزهرة قريبة جدا منها، وده معناها طاقة علاقات وماديات قوية جدا. في الفلك الكلاسيكي بيقولوا إن الشمس بتغطي على الزهرة، بس هنا المريخ داخل على الحوت ومبتهج جدا في الجدي، وده بيقوي المشهد جدا. البيت الثامن بيحكم العلاقات العميقة جدا، الروحية والجسدية والمادية، وبيتكلم عن الموارد المشتركة والاستثمارات والميراث والتخطيط الطويل المدى. فببساطة الجوزاء في 2026 داخلة على سنة فيها رغبة قوية في الارتباط الحقيقي والمستقر، مش علاقة سطحية، لا، علاقة فيها عمق وصدق ومشاركة. وفي نفس الوقت هتبدأ تهتم أكتر بالفلوس اللي بتجيلك من شراكة أو استثمار، مش بس شغلك الفردي. يعني دي سنة هتعيد فيها تعريف مفهوم الأمان عندك، السواء العاطفي أو المادي. القمر دلوقتي في برجك يا جوزاء، وده دايماً بيدينا إحساس قوي بذاتنا وبنفسنا الحقيقية. القمر في البيت الأول بيقولك أرجع لنفسك، افتكر أنت مين واسمح لمشاعرك تكون حقيقية. بس القمر هنا كمان بيعمل زاوية قوية جداً مع بلوتو في البيت التاسع، فده وقت مثالي إنك تتواصل مع ناس بيوسعوا آفاقك، بيفهموا رؤيتك وفلسفتك، وخصوصاً لو بتشتغل في مجال تقني أو إعلامي أو كتابة أو نشر، لأن الطاقات دي بتفتح لك أبواب عظيمة. كمان عطارد ظاهر في بيت العلاقات، وده معناه إن التواصل طول السنة هيكون محور أساسي في حياتك. بس خد بالك، لأن القمر والشمس في أول السنة بيكونوا قريبين جداً من زحل، والطاقة دي بتحاول توازن بين الواقعي والمجرد، بين الملموس والروحي، وده تحدي مش بسيط لبرج هوائي زيك. زحل ونبتون سوا بيخلوك تميل تفكر في العمق، بس وجود عطارد حاكمك في مربع معاهم ممكن يعمل توتر أو سوء فهم مع ناس مش قادرين يفهموا رسالتك أو طريقتك في التواصل. بس في المقابل التجمع القوي في برج الجدي في بيتك الثامن بيدي السنة طابع مختلف جداً، شغف، رغبة وتركيز على العلاقات العميقة والمشتركة. الشمس والزهرة والمريخ هناك، والمريخ كمان في وضع ممتاز في الجدي، فلو بتدور على علاقة عاطفية حقيقية فيها قرب ودفى، دي سنة ممكن تحقق لك ده فعلاً. لكن البيت الثامن مش بس عن العاطفة، ده كمان عن المال المشترك، الاستثمارات والخطط الطويلة المدى. ولو عندك حس ريادي أو فكرة مشروع ممكن فعلاً تحقق منها مكاسب ملموسة. بس كمان الطاقات دي ممكن تعمل توتر لو العلاقة اللي انت فيها خلل في التوازن، لو في طرف بيحاول يسيطر أكتر من التاني. السنة دي ممكن تخليك تواجه ده بصراحة، يا إما العلاقة تتجدد وتولع من جديد، يا إما توصل لنقطة النهاية، وده هيعتمد على قد إيه كل طرف صادق وواضح. وبرجك كبرج هوائي بيحب الحرية،
الطاقات دي بتطلب منك نوع مختلف من الالتزام، سواء في علاقة أو في شغل. هتحس إنك مدفوع تدي أكتر وتشارك بعمق. بس لازم تاخد بالك من الكواكب التراجعية. أولاً، عطارد في السنة دي هيكون له 3 تراجعات في أبراج مائية، وده بيأثر على تواصلك، فخليك واضح وما تسيبش الأمور مبعمة. كمان أورانوس راجع لبرجك في نهاية إبريل 2026 بعد غياب مؤقت، وهيقلب لك الطاقة حرفياً، مفاجآت ووعي جديد بنفسك. لكن لازم تكون مرن في التواصل، لأن الزوايا بينه وبين عطارد ممكن تخلق توتر أو انفجارات صغيرة في الكلام. أما الكسوفات فدي أهم المحطات. ده هيكشف حاجات كانت مستخبية، ممكن تكون أسرار أو مشاعر مكبوتة. أي شيء تحت السطح ممكن يطلع للنور. قمر كسوف في الحوت 28 أغسطس 2026. ده هيقفل فصل كامل من صراعاتك بين الشغل والحياة الشخصية، وهيخليك توصل لتوازن حقيقي أخيراً. شمس كسوف في الأسد 12 أغسطس 2026، أول مرة من 19 سنة، وهيكون طاقة خرافية للتواصل والشهرة والسوشيال ميديا. كأن الكون بيقولك اتكلم، صوتك مسموع. أما الزهرة فهتبدأ تراجعها يوم 3 أكتوبر في البيت السادس، بيت الروتين والشغل، وده ممكن يخليك تعيد التفكير في توزيع المهام في حياتك أو علاقتك. لكن لما ترجع لبرج الميزان يوم 14 نوفمبر ممكن ترجع علاقة قديمة أو تبدأ تفكر بجد في معنى الحب الحقيقي بالنسبة لك. في المجمل، مفتاح السنة دي هو الحوار. كل حاجة هتتحسم بكلمة، بصراحة وبوضوح. لو كنت متعود تستخدم ذكائك عشان تلف المواقف، السنة دي هتطلب منك تبقى صادق أكتر مع نفسك ومع الناس. النص الأول من السنة محتاج تركيز وهدوء في التواصل، بس النص التاني ده مليان حركة، حماس ونجاح اجتماعي رهيب. السنة التانية من 2026 هتكون فعلاً الانطلاقة الحقيقية ليك يا جوزاء، سواء في علاقة، شغل أو حتى في صورتك قدام الناس. كن حاضر، اتكلم من قلبك واسمح للعالم يسمعك.